هنكمل كلامنا عن الورك اوردر والبحث في شاشة الورك اوردر. بيبقى ظاهر عندنا فلتر، خانات للفلتر. ممكن تدور بالورك اوردر برقم الورك اوردر او جزء من الرقم او بالديسكريبشن او جزء من الديسكريبشن او اللوكيشن او الاسيت، الستاتس بتاعته، السكيدول، ستارت، بريوريتي. اي من الخانات دي ممكن تبحث بيها. وممكن تخش على ادفانسد سيرش هتلاقي مجموعة خانات اكتر. يعني الورك تايب، ممكن تدور على الورك تايب، بتختار من العدسة اللي في الجنب. لو انت عارف القيمة بتكتب قبلها يساوي، زي اللي يساوي دي. يعني لو عايز كل السي ام ورك اوردر بتكتب يساوي سي ام. لو دوست انتر او عملت كليك على فايند المفروض يجيب لك كل الورك اوردرز سي ام. كل الورك اوردرز دي سي ام 135. بيعرض من 21 في كل شاشة زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. لو رجعنا تاني لادفانسد سيرش وقلنا له عايزين السي ام دول، بس الستاتس بتاعتهم تكون ابروف، يبقى بيساوي ABVR. طب نشوف الاول لو كتبنا من غير يساوي ايه اللي هيحصل. يعني لو كتبنا ABVR من غير يساوي واشوف حضراتكم تتوقعوا اللي يحصل ولا لا. لو قلت له فايند جاب لنا الابروف ومعاه الويتنج ابروف لانها تحتوي على نفس الحروف في داخلها، يعني قبلها كلمه دبليو والاي بي بي ار موجوده اهي. يبقى كده جاب لنا الويتنج ابروف مع الابروف. لو عايزين الابروف بس زي ما قلت لحضراتكم نكتب يساوي ونعمل ريلود، جاب لنا الابروف بس. دي اختلافات بسيطه هنشوفها ان شاء الله في محاضره كامله عن طريقه البحث باستخدام الماستر كي او مفاتيح البحث في خلال الماكسيم. طبعا لو عايزين ندور على السي ام وهو كلوز او كانسل، CAN اختصار لكانسل. ممكن نختار من هنا. طبعا لو مش عارفين الحروف بتاعه الستاتس ممكن نفتح من العدسة، بيجيب لنا تختار مباشرة. لو عملت تشيك بوكس كده هيختارها وتروح قايل له اوكي، يطلع لك الكنسل بره. اما بتيجي من الاختيار بتبقى كابيتال، انما احنا هنكتبها كابيتال او سمول مفيش فرق. لو عايزين ندور على الحاجات الكنسل لازم نشيل الان بتاعت هيستوري دي، لازم نعمل لها ديليت، عشان الكنسل والكلوز بيتحطوا في السيرفر اللي اسمه هيستوري، مش السيرفر اللايف او بتاع البرودكشن. بيعمل عملية البحث طلع لنا هو ورك اوردر واحد، عشان كده ما طلع لنا الديتيلز بتاعته مباشرة. اما تكون النتيجة بتاعت البحث ورك اوردر واحد بيطلع لك التفاصيل بتاعته، اما يكون اكتر من ورك اوردر بتطلع في ليستة كذا ورك اوردر تحت بعض. فطلع لنا ورك اوردر واحد هو اللي متكنسل وتنطبق عليه الشروط اللي احنا قلناها. سي ام اهوت، والكنسل الستاتس بتاعته كنسل، والتاريخ بتاع الكنسلة 17/11/2019. نرجع تاني للليست فيو، هيتحول لنا الى سطر واحد اهو. الورك اوردر يتحول الى سطر واحد. لو عايزين نخلي بدل السي ام ديت بي ام نفتح من الايه، من الليستة هنلاقي البي ام سوري، هي في الشاشة اللي فاتت انا نظري ما جابهاش. بي ام هنا اهي preventive maintenance، وهنتكلم عن الصيانات وانواعها بالتفصيل من خلال محاضرة برضو من خلال الكورس بتاعنا ان شاء الله. نختار البي ام ونقول اوكي، ونشوف كده كام ورك اوردر الستاتس بتاعته، الورك تايب بتاعه preventive maintenance والستاتس بتاعته كانسل. نقول له فايند، مفيش نو ريكورد وير فاوند، مفيش صيانة بي ام اتكنسلت، ودي علامة كويسة ان الشغل بتاعنا ما كنسلش اي صيانة كانت موجودة عليه.
نرجع تاني لشاشة الادفانسد سيرش. هنلاحظ حاجة ان الديت تحت اهوت، لو عايز تجيب ريكوردر يكون اتعمل او كاريت في تاريخ معين من الى، او السكيدول بتاعه من الى، التارجت ستارت من الى، السكيدول فينيش من الى، والتارجت فينيش من الى. دي الادرس انفورميشن، ان كان في اي انفورميشن عن العنوان او التليفون او البلد. اليوزر انفورميشن اللي كاريت الورك اوردر، ممكن بالاي دي بتاعه، الاسم اللي بيخش بيه على الماكسيمو، او برقمه البيرول بتاعه في الشركة. لو عايزين نجيب الورك اوردر اللي تحت سوبرفايزر معين بنكتب برضو الاي دي بتاع السوبرفايزر هنا. لو دوسنا على الليست هنا عشان نشوف الريبورتد باي، هيقول لك سيلكت فاليو او جو تو بيبل، هنقول له سيلكت فاليو ديت، هجيب لك كل الايه اليوزرز اللي موجودين في الشركة باساميهم 176، عارض اول 20 منهم، ادي البيرسون وادي النيم بتاعه. كل الداتا دي بتدخل عن طريق الداتا جاذرينج، مجموعة من المهندسين والفنيين بيعملوا حصر لكل المعدات وكل العاملين وكل الاسيتس اللي موجودة في الشركة، ويدخلوها عن طريق الاكسل شيت للاوراكل داتابيز. الماكسيمو بيشتغل مع اوراكل داتابيز. زي ما قلنا هنا دي تفاصيل كتيرة، لو عايز اي تفصيلة تبحث من خلالها عشان تطلع الورك اوردر اللي انت عايزه تقدر تجيبه بسهولة. بعد ما بيطلع عندك الورك اوردرز، عايز تبعتها لحد بتعملها داونلود، عايز تتعامل معاها في تغيير ستيتس، ممكن تغير الستيتس بتاعتها، ممكن تغير ستيتس لحد 200 ورك اوردر في نفس الوقت، او تعمل اكشن على 200 ورك اوردر في نفس الوقت، ما يبقوش 201 يعني، لحد 200 فقط الماكسيموم بيسمح بكده. عايز تخليهم كلهم ابروف، تكنسلهم كلهم، تقفلهم كلهم، ممكن من خلال ايه السيلكت. ازاي بيبقى السيلكت موجود؟ هنجيب هنا من ادفانسد سيرش ونشيل الكنسل، ونجيب بس الورك اوردر البي ام، ونضيف الهيستوري زي ما هو تاني عشان يجيب لنا الابروف والويتنج ابروف، ما يجيب لناش الكلوز والكنسل. طلع عندنا اهو الورك اوردرز 255 ورك اوردرز بي ام في المناطق المختلفة وفي الاماكن المختلفة. دولت اول واحد، من اول واحد لحد 20. هتيجي في تحت هنا وتقول له سيلكت ريكوردز. هما كده اكتر من 200 مش هيقدر يعملهم سيلكت، زي ما قلت لحضراتكم هما ايه 255. فهنختار لوكيشن هنا يكون متكرر ونختاره اللي هو ده مثلا، نكتبه بي ام 3100 كده ب61 بس عشان قللنا العدد بتاعهم شوية. ال61 دولت لو نزلنا تحت وقلنا له اعمل سيلكت، هيحط مربع قدام كل رقم ورك اوردر لو عايزين نختاره ونعمل عليه العملية اللي احنا عايزين نعملها. لو عايزين نختار ال61 كلهم، من فوق جنب كلمة ورك اوردر هتلاقي فيه مربع، تعمل كليك على المربع ده هيختار ال61 كلهم، وبالتالي تقدر تعمل عليهم اي عملية انت عايز تعملها من خلال الكومن اكشن، تغير ستيتس او تعملهم ابروف او ايا كان. بس انصح انك تكون دقيق اثناء العملية دي عشان ما تضطرش انك ترجع في كلامك تاني وتغير اللي انت عملته، فتكون دقيق شوية فيها وتتأكد تماما، تراجعهم واحد واحد بسرعة كده قبل ما تاخد الاكشن اللي انت عايز تاخده.
عشان تخفي التيبل ده كله ممكن من هنا هايد التيبل بتاع الورك اوردر. لو عايز تخلي الشاشة يظهر فيها حاجة تاني، لو عايز تظهرها تاني بعد ما خفتها دوس هنا. الإخفاء سريع، إنما الإظهار مرة تانية بيدور في كل الورك اوردرز عشان يطلع الستاتس اللي انت كنت واقف عندها، وخصوصا ان احنا عاملين سيلكت على 61 من ضمن عدد كبير كنا مختارينه. لو عايز تضيف ورك اوردر في البوك مارك، فنفرض اللي هو ده مثلا 13/12 بي ام ورك ده، بدوس على البوك مارك هنا. هيقول لك ريكورد هاز بين بوك ماركد. طب تجيبه منين؟ تجيبه من علامة البوك مارك او التاب بتاع البوك مارك اللي هنا ده. لو دوست عليه هتلاقي اللي احنا حاطينه اهو، الورك اوردر اللي احنا حاطينها لسه دلوقتي، وكان في ورك اوردر محطوط قبل كده، يوزر تاني كان داخل وحاطط الورك اوردر التاني ده. اوكي. سيف كويري مش هنتكلم عنها دلوقتي لان ليها محاضرة خاصة بيها كاملة. وكده نبقى خلصنا الجزء السيرش في الورك اوردر، وفي المحاضرة الجاية هنتكلم عن ازاي نعمل انشاء الورك اوردر او كرييت للورك اوردر. شكرا لحضراتكم.